استقبل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومعه الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم المخترع اليمني الدكتور خالد عوض نشوان رئيس اتحاد المخترعين اليمنيين رئيس شبكة اتحادات المخترعين العرب وممثل رئيس الاتحاد الدولي للمخترعين للشرق الأوسط. وخلال اللقاء أطلع نشوان الأخ الرئيس على نشاطاته واختراعاته الرائدة في المجال الطبي لجهاز نشوان باراسواند لمعالجة تضييق الشرايين، كما أطلعه على نشاطات اتحاد المخترعين اليمنيين وكذا التحضيرات الخاصة بإقامة المعرض الدولي للمخترعين الذي سيقام في بلادنا عام 2010. وقد كرم فخامة الأخ الرئيس المخترع الدكتور خالد نشوان بمنحه وسام الاستحقاق في العلوم تقديرا لكل الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن وتقدمه ورفعته، واعتزازا بإخلاص ومثابرة الدكتور خالد عوض نشوان في التحصيل العلمي وتفوقه ولاختراعه العلمي الرائد في مجال الطب وإسهامه في خدمة الإنسانية. وقد عبر الدكتور خالد نشوان عن تقديره لفخامة الأخ رئيس الجمهورية واعتزازه بهذا التكريم الذي يمثل حافزا لكافة المبدعين والمخترعين من أبناء الوطن يدفعهم إلى مزيد من التفوق العلمي والإبداع في الاختراعات بما يخدم أهداف البناء والنهوض في الوطن.